يا الله. خلاص الصيف داخل، والنهارده هنعمل نوع من انواع الحلا بالكاسترد وعيش التوست. 15 دقيقة بس هيكون جاهز معانا. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنبدأ بيها هي اللبن على النار، وهنحليهم بمعلقتين سكر ومعلقة سكر فانيلا، وهنبدأ ندرب فيهم. اول اللبن ما يبدأ يسخن هننزل بالكاسترد مع التحريك المستمر. اول ما بيوصل للقوام الغليان او يوصل للقوام اللي شايفينه ده، بتكون كده جاهز وبنسيبه على جنب. الخطوة اللي بعد كده كوباية من الفريش كريم وكوباية من اللبن المكثف، وبندربهم كويس قوي لحد ما يوصل للقوام واحد. الخطوة الثالثة هنجيب عيش التوست ونقطع الأحرف الأربعة، طبعا مش نرميهم، هنعملهم بريد كرامب زي ما وريتكم في الفيديو اللي عملناه، هسيبها لكم في الرابط تحت. المهم بعد ما نخلص الخطوة دي هنجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ نحط من الكاسترد والفريش كريم اللي عملناه، وهنبدأ نرص طبقات فوق بعضها من العيش زي ما انتم شايفين كده. بنعمل الطبقة الأولى وبنحط برضو عليها الكاسترد والفريش كريم. كل خطوة والتانية بنعمل نفس الحكاية، وبنحط كمان أي نوع مكسرات موجود. اعمل أي عدد من الطبقات بالمتوفر عندك. بعد ما نخلص الثلاث طبقات هننزل بالكمية كاملة من الكاسترد والفريش كريم على الوش، وبنحط برضو المكسرات من فوق، وبنسيبها في التلاجة لمدة ما تقلش عن 3-4 ساعات. يعني احنا بنجهز كل المكونات بتاعتنا في 15 دقيقة مش اكتر، وبنسيبها بس في التلاجة ل3-4 ساعات زي ما قلنا، عشان القوام كله يتماسك مع بعضه، وده بيكون الشكل النهائي. جربوها بالهنا والشفاء. بسم الله. والله ما توقعتش تكون بالحلاوة دي. وفي نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.